حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني المؤمنين إخواني المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله جل جلاله عن شروط التوبة النصوحة. كيف لا، وضيف كريم سينزل علينا ويحل بنا، وهو شهر الصيام، وهو شهر رمضان، شهر التوبة والغفران. الله جل جلاله مهما عظمت خطايا الإنسان، ومهما تفنن العبد الضعيف في اقتراف الفواحش والآثام، ولكن رحمة الملك العلام وسعت كل شيء في هذه الدنيا. فقال الله جل وعلا مخاطبا أهل الشرك والعصيان: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. خاطب
فباب التوبة مفتوح على الناس جميعا، ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة جديرة بأن يغفر لك الله تبارك وتعالى كل ما مضى، بشرط أن تحقق أمورا ثلاثا إن كانت التوبة تتعلق بينك وبين مولاك، وشرطا رابعا إن كانت التوبة تتعلق بينك وبين أخيك المسلم. أيها الإخوة الكرام، النهضة السنة إن شاء الله جل وعلا شروط التوبة النصوحة. أهم نظرة في شروط التوبة ويوم الضيف يوم الفكير يعرف ربي سبحانه عز وجل جسمنا يكير أن ينزل لنا أن يرزقنا إن في اسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، شهر التوبة والغفران. ربي سبحانه عز وجل إذ يخلق بني آدم معصومين الخطايا، هي الذنوب، هي الزلات. الله عز وجل إذ يخلق الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. ربي سبحانه عز وجل إذ يخلق بني آدم معرض للخطايا والآثام والزلات، إذ حسب باب التوبة أماكن الافتتاح المشركين. يقال عبد الأوثان، يقال استقرار إن الله ثالث ثلاثة. افتح ربي باب التوبة، العباد ينسلمن الغافلين، أماكن يفتح باب التوبة المشركين. رغم أن المشركين خلونا شريك ربي عز وجل، ولكن الناس النبي عليه السلام يا محمد قل للذين كفروا إن ينتهوا. الناس يا رب يا رسول الله روح الكفار روح المشركين، الناس أرجل الشرك الإنسان، أرجل الوثنية الإنسان، أرجل عبادة الأوثان والاستقسام بالأزلام، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مجى العبد الشرك ينس، الكبائر ينس، رغم في الشرك في العمل كلا يستكين أسمعه. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هؤلاء المشركين أم كان الإلحاد بالمؤمن الذي يركع ويستغفر ويشهد، فإذا وقعت الزلزال أدين لا إله إلا الله أستغفر الله، وإذا الأكسيدون الزلزال أدين الله ينقف ما يصطنع. كيف حال هذا المشرك يتصرف ربي التوبة، المشرك كافر يتصرف ربي التوبة. كذلك الإنسان المؤمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يتصرف ربي عز وجل التوبة، الاستغفار، الرجوع إلى ميدان كرمه. أفلا يتوبون؟ قال ربي عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ومن يستغفر يجد الله غفورا رحيما. وهذا الاستغفار الذي يفعل سبحانه عز وجل الغفور الرحيم. اسمي نزل الآية ورحمتي وسعت كل شيء. اسمي نزل ربي عز وجل أفسدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اسمي نزل ربي الآية أفسدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح الشيطان. الناس enfin رحمة ربي المستعان. يكمل ربي عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسنكتبها للذين يتقون. الرحمن يصف له يديروا عن يدي ينزل يديوان الغريب يحقق الشروط الثلاث للتوبة مثل ذلك أكبر ربي عز وجل.
يتمزين تناضت الحوار كيمياء فلان ثم ربنا يكيد خلقا ثم ربي عز وجل يكيد خلقا أكبعين سواء يوم يغوث الشيطان الخمر أكيد أولى فلان ثم ربي يكيد خلقا سواء يوم يتسادوا العباد أكيد فلان ثم ربي يكيد خلقا سواء يوم العبد يغفل أسكيني فلان ثم ربي يكيد خلقا أمين حتى الصالحين الاستشفاء السن الأدعية السن طلبا للعبادة ثم النبي عليه السلام قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفروه في اليوم أكثر من 100 مرة. وفي رواية أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفره وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب التوبة والاستغفار الرب سبحانه وتعالى أكثر من 100 مرة. ذلك أحد الصالحين باش يقرأ اسمه كان هو من شر الذنوب. احنا معمرين بالذنوب لازم نتوب. لو كان هو من شر الذنوب أنسوا أمير الناس يفتح ربي الحجوب أنسوا المثقلاس يجعل نفسنا يوم ميتو المحنى يسفراس يبغى بالسقاء ويكسل الذي ثوفا من جلود المحنى فراس. كان بعض الناس ماشي الأرض تاعها حبيب الله ما يقدرش يتوب ما يقدرش يخلي النميمة ويزمر الذي يقيم السلام كسر الغشير ويزمر الذي يقيم ويتعسى العبادة شوق دمان ويزمر الذي كما يستغفر كان في الخطايا الناس ويكسر الذي ثوب من جلود المحنى فراس. ربي عز وجل يفتح ميادين كرمه ساحات رحمته قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أهل طلب العباد أدغم الولد ربنا قال أصبر لنا تستغفر أصبر لنا تبروفيتين إن فحدني بفكر ربي في شهر الصيام في شهر رمضان أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. إذن ربي عز وجل يمارس التوبة يمارس الاستغفار. يحب ربي عز وجل توبة بني آدم الأعمال والغرس أكثر من العمل السوء. ذلك حتى السيئات بني آدم ما ينشر يثنت ما يغلب به ربي أسلم يمحو واسلم يا ربي سبحانه عز وجل الحسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، ولكن هذه التوبة النصوحة التي نقولها بألسنتنا لازم الجوارح نتاعها لازم نلقاو لها أثر في الأعمال نتاعنا في القلوب نتاعنا في السلوكيات نتاعنا أيها الإخوة الكرام. وهنا أقول بأن العلماء قالوا بأن للتوبة النصوحة 3 شروط إذا كانت تتعلق بينك وبين الله. التوبة النصوحة هذه 3 شروط مثل ذلك أقصد ربك بخطأ لأن التوبة كاين زوج تبينكم من ربي وكاين توبة بينك وبين العبد زوج أمور. مثل التوبة لك السيد ربي عز وجل إلى 3 الشروط. الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب. الحاجة الثالثة الإقلاع عن الذنب. راح دير واحد الذنب ما تصليش تولي تصلي هذا هو تصلي. تخدم الأمور المعينة تجارة الحرام أسجل تجارة الحرام هذا هو ربي عز وجل. تعامل السرية تستغفر تصديق الغير
الرضا أتسكي خاطر الرضا الإقلاع عن الذنب هذا هو الشرط الأول أتسكي خاطر الذنب بالنيم إقلاع الصدمات الإقلاع عن الذنب زيد الاعتراف والندم على ذاك الذنب الشرط السي أتعترف بديت الذنب واش تجي تصير في هاتين في يديك ولا في السجود يا رب العالمين راك تعلم السر تاعي والعلانية تاعي يا رب راك تعلم الشيء اللي يعلموش الناس فيا يا رب راني درت هكذا أظلمت يا رب راني استغفرت لك يا رب راني نادم يا رب ما نسيتش نولي يا رب توب عليا الإقرار بالذنب والندامة على الذنب الشرط الثالث والعزم على عدم العودة إلى الذنب يوم الشرط في سنة العلماء ثلاثة أمور تنسوا تعترف الذنب في السنة أسد الله الذنب مثل الله في السنة أدوى النية ومسألة صغر الذنب المعصية هذه شروط ثلاثة إن كانت التوبة تتعلق بينك وبين الله هنايا واش يتدخل اسمه العلماء يتدخل الإخلاص وصدق النية مع الله يتدخل الإخلاص وصدق النية مع الله التوبة أنا نحكي واحد القصة صغيرة في السنة قصة الرجل الذي شملته رحمة الله حينما قتل 100 نفس كاين حاجة اللي هي عظيمة عند ربي كيما واحد يقتل نفس ولا قطرة تعدل تاع الإنسان هذا العبد يا جماعة قتل 100 واحد العبد كاين راه 100 مبرار إلا يباس يعاقب بني إسرائيل إنسان قتل 99 واحد جبر غير يقطع الرؤوس ويعمل بيها ومن بعد واحد النهار الضمير نتاعو ما خلاش في تجارة دل على راهب قال نروح نسقسي الشيخ فلان نشوف واش يقول واش واحد راهب نسقساه قال له والله يقتل 99 واحد اسك ربي مازال يغفر لي قال له راك خليت هذا قتل 99 واحد مازال يغفر لك ربي اسمع له قال له والله ما يغفر ليش جبت السيف زرطي هو راسو الحكميه شوفوا يا جماعه العلماء واش قالوا لك هنايا تحكي على واحد النقطه صغيره عظيمه عند الله تبارك وتعالى الانسان كيروح يسقسي ما يروحش يسقسي اللي يبيع الدلاع ويخدم ميكانيسيان واللي يقرا يعرف المسيح وواحد فلاح الى غير ذلك في امور تاع الدين العبد المؤمن المسلم في الدنيا عنده مسؤول يروح يسقسي العالم المفتي الامام المتخصص في دين الله عز وجل كنا زمان لو كاع الناس يفتيو ولو كاع الناس يلعبوا بدين الله عز وجل لا يجوز لا حرام بدعه ماشي هكذا لا هذه سبحان الله العظيم الامه تاعنا كي السائل كي الانسان الذي يجيب هذا واش تفصل العلماء لا يروح يقول السكسير الى قد يقلب في نار السكسير تروح تسكسي على دينك ما تجي نامبورت كي تروح تسكسي هذا الانسان المفتي عنده شروط لازم يكون بلغ الثروه تاع العلم ويكون عالم بواقع الناس الى غير ذلك من الامور والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والمقاصد والنيات هذه العلماء داروا ضوابط تاع الفتوى ماشي نامبورت كي يفتي إذا هذا الإنسان راح سواء راهب قالوا ما كانش توبة كيلو هو راح للنار هو قتلوه وزاد الراجل قتلو سبحان الله علاش خاطر راهب ما يعرفش ومن بعد النفس تاعو
ما تشتروا كيف ساعة قعد دل على عالمين. وبعد قالوا كيف البلاد الفلانية عالم علماء راح يمشي عند فلان باش تشوفوه الفتوى ماشي سهلة، ماشي غير اللي تلقى في الطريق يخدم ميكانيسيان ولا يقري ولا يدير هذا يفتيلك، لازم تسقسي تحوس شكون يعطيك فتوى شرعية، ماشي كل واحد راه مؤهل باش يفتي. راح عند العالم هذا قالوا يا فلان انا راني قتلت 100 نفس، هل يا ترى مازال ربي يغفر لي؟ ربي يعفو؟ يس نعم، يس باب التوبة مفتوح، يس ربي يغفر لك، رحمة ربي واسعة. الناس كيفاش ندير اش انا خدمة؟ الناس تروح تهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الناس تروح تتوب أسفل لتدر ثانيا قطرش القاعدة باش في السوق لعيبة السنك في الطاغي الجبار. الناس تروح تفوز الفلانية أتعبد ربي سبحانه عز وجل، معليش زينة كان يروح يبدا يستغفر يزينها، ولكن في الطريق جات الموت، في الطريق اللي كان يمشي هو راح خلى القرية تاعو يتجدد في سيروح، ولكن في الطريق واش صار؟ جاءه ملك الموت، جاءه الموت وانحط الروح نتاعو. شفتوه جا سيدنا رمضان، سمعنا بلاش في الجامع هذا شكون اللي يصوم رمضان، شكون اللي يموت في رمضان، شكون اللي يموت قبل رمضان. في طريق هذا الانسان جاءه ملك الموت قبل الروح نتاعو، خلاص في النص طريق جا مليان قتل 100 نفس، راح يتوب في الطريق جا ملك الموت دا الروح نتاعو. واش يصرى؟ واش قال ربي عز وجل؟ بعث ملائكة تاع الرحمة وملائكة تاع العذاب. الملائكة تاع الرحمة جات باش يديوه الجنة لخاطر راه يتوب. الملائكة تاع العذاب قالوا كيفاش؟ جاو باش يديوه للنار وجهنم. راجل قتل 100 نفس سي محمد. بداو يتخاصموا. راس الأهداف. واش صار؟ ربي عز وجل بالرحمة تاعو بعث ملائكة ملك واحد آخر. واش قالوا؟ الملائكة هذيك جاء تائبا ديوها الجنة نوال الجنة يثوب. الملائكة العذاب لا تساوي لم يخلقوا أثناء الخمس تنخصموا. ملائكة يتخاصموا يتحاوروا. ومن بعد ربي بعث ملك واحد آخر. قال واش قال؟ قال روحوا عند الملائكة هذيك كن فصل قاضي بيناتهم. واش داروا؟ قال قيسوا منين جا وقيسوا منين راه رايح. صح القيس منين جا وين راه رايح، وين راه رايح مازال بعيد، وين جاي راه قريب يروح لجهنم. ولكن الرحمة تاع ربي واش قال؟ أوحى الله عز وجل إلى الأرض التي جاء منها أن تباعدي، وإلى الأرض التي أرادها أن تقربي، فقيس بينهما فكان إلى الأرض التي أراد أقرب بشبر فجعل من أهل الجنة. ربي عز وجل عم يسمى في السمت الرحمة ينس الدخل القاعدة بروح يسمي مفعل يستوصي رب العالمين. القاعدة بدا ينحو بين يسقر بيسي قسم أهل العلم الملائكة قسم وفن ذكر يصدر رأسي مسكان يقبل لنا القاعدة دايرة كان أقرب بشبه هذا الرأس تاعو كان داخل للأرض هذه من فقال الله عز وجل اجعلوه من أهل الجنة. علاش؟ لأنه جاء تائبا بنيته صادقا بقلبه مخلصا في توبته. شرع الذكر يثبته. إن هذا هو القصة تاع الرحمة ربي وسعة. الشرط الرابع إذا كان واحد يسلم، إذا كان عندك أخير مع ربي توب عندك في الشهور، إذا كان عندك
مصيبة كبرى ما زيادة الشباب تغمر تمشي راسك حبيب تغمر في عين الناس تحوش بسيطة الناس زينا مهدي سبحان الإنسان النية مثل شمارة الجنان فالمعاملة راه الشرع تاع المعاملة راه الشرع تاع الرحمة لازم نتسامحوا نتعاونوا نرفدوا البلاد هذه ندعيو ربي للموتى بالرحمة للمرضى بالشفاء ندعيو بالتوفيق الفتن الأزمات راهي حصلنا من كل جوانب أزمة أمنية على الحدود ظاهرة أزمة اقتصادية متفشية لازم نتخمر لازم نشمروا على سواعدنا نتوبوا إلى الله نرفضوا بلادنا وننظفوها عسى الله عز وجل يغفر لنا أيها المؤمنون قال أحد الصالحين ربي افترض العقل هذا هو الشيء الخاص كل واحد يقول تخلى خليها تخلى هاي خلى وأسد وهدوها يا ربي افترض العقل رزقنا التوبة النصوح الراغب سبيل النهبل هذا ممكن سيد اللوح خاصة من البحر يهمل تذكر الله مسكين اللوح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا